اهم حاجه ايه بقى؟ اهم حاجه ان احنا مكملين، احنا ملناش دعوه، يعني احنا بنطارد الحكم وعيلته واهله، ده رقم تليفونه، اكونت الحكم، ابوه، امه، مراته، اخوه الكبير. تدخل على اي لينك من دول تلاقي انجري معمول اغضبني، والناس قافله الكومنتات طبعا، والعيله فاهم، العيله اتسحولت. اكونت اخوه الكبير، اخوه الوسطاني، اخوه الصغير، بنت خاله، بنت خاله التاني. انا حاسس ان احنا هنناسب الحكم خلاص. بنت عم بنت خاله، اخت مرات خاله، دول اصلا ناس هو ما يعرفهمش، احنا جبناهم. مش عارف احنا ليه بنعمل كده. وبعدين دول واحده بقى من الاكونتات اللي كانت محطوطه، انا ما اعرفش قرابتها بيه ايه، اللي قالت لك ويستمر الامر، هي مترجمه البوست للعربي عشان اللي داخل يشتم يفهم. ويستمر الامر، لا ابني ليس حكم كرة قدم، يعني يا اما هي اتلطت في الخناقه بالغلط يا تبروا منه، خلاص قالك ما نعرفوش. انه مدير تقديم الطعام في فندق كبير. انه فقط يحمل نفس الاسم، ابعدوا عننا حرام عليكم، ملناش علاقه بيه. خيبه امل كبيره في المصريين، لم اعتقد ابدا ان هؤلاء الناس كانوا بغيضين الى هذه الدرجه. الناس هتتجنن. واحدة تانية من الضحايا برضو، لذلك لا يوجد فرانسوا لتكسير الذي حكم مباراة أرجنتين إيجيبت ليس ابني ولا ابني ولا أعرفه، إنه ليس عائلتنا أيضا ونحن لا نعرف ذلك، نحن بريئون ولقبنا مكتوب في كلمتين، لا لتكسير، لا حاجة للتنفيس عنا، شكرا لك عائلة لتكسير. طحنا في فرنسا كلها. الغريبة ان في منتخبات كتير خرجت عادي في صمت، فاهم؟ برتغال، برازيل، واسامي حلوه، وهولندا، فاهم؟ احنا لا، ده احنا هنجرسكم ونفضحكم ده خربنا الدنيا. انا مش عارفش مكملين فين. كان في فيديو تاني شفت الناس جابت اكونت الكلب بتاعه، يعني اللي هو مش هيفيدنا خالص. هاو شكرا، سلام عليكم.